يلا بينا تجهيزات رمضان 2023. كل سنة وانتم طيبين. ادخلي معايا الفيديو يلا بسرعة، نبدأ الفيديو مع بعض. هتشوفوا مشتريات وهتشوفي أسعار وهتستفادي كتير. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد، فيديو تشجيعي كده. هنشوف مع بعض مشتريات منها تفريزات لرمضان، وهنشوف الاسعار اللي رايحة لفين. ربنا يرحمنا برحمته، ما نقدرش نقول غير ربنا يرزقنا البركة. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم يا حبايب، هنا وحشتوني. يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا خليكي معايا كده في الفيديو وانا اوريك الخضار راح لفين. راح لفين يا هنا؟ راح لرحمة ربنا عز وجل. ما هو اكيد ربنا ان شاء الله هيكون رحيم بعباده وهيرزقنا البركة ان شاء الله. هنبدأ بايه؟ هنبدأ بالخضرة، وبما ان احنا قلنا خضرة يعني هنزرع نخلة في الجنة ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جبت ايه يا هنا؟ جبت خضرة زي ما انتم شايفين يا حبايب. هنا دي كزبرة مع شبت، ما شاء الله. الخضرة بتاعت الشتاء حاجة كده تفتح النفس المقفولة. طبعا لازم تكوني ست بيت شاطرة وست بيت قروبة. اي نعم هي رخيصة بس برضو لازم نوفر منها ونظبط. هنعمل منها دلوقتي ان شاء الله اكل هتعجبكم جدا جدا، وهنفرز منها علشان شهر رمضان، علشان انتوا عارفين اول يوم مش بيخلى من المحشي. محشي يعني خضرة ويعني شبت وكزبرة وبقدونس. فجبت ما شاء الله تبارك الله القرابة الكبيرة دي على بعضها كده ب 2 جنيه. لكن الربط الصغنططة ديت كانت واحدة تانية بتبيعهم، بس بصراحة طازة اكتر من التانية. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الورق عامل ازاي. جبت الواحدة بنص جنيه، فجبت 4 ب 2 جنيه. يبقى انا جبت ب 4 جنيه خضرة ما شاء الله. هنغسلهم ونفرزهم وينفعونا ان شاء الله طول السنة وفي شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وتفريزات رمضان 2023. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طيب جبت ايه تاني يا هنا؟ اصبروا عشان هشوفوا المفاجأة معايا في اخر الفيديو. جبنا كمان ما شاء الله تبارك الله الطماطم، اللهم لك الحمد، زي التفاح ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله زي التفاح. شوفوا ما شاء الله الطماطم تفتح النفس. اللهم بارك، بركة بركة يا بنات. اللهم لك الحمد. الكيلو بكام يا هنا؟ الكيلو ب6 جنيه. جبت 2 كيلو ب 12 جنيه، حلوين جدا. علشان هنعمل بقى الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. اكيد مين القروبه اللي عرفت احنا هنعمل ايه النهارده وهنفرز منه لشهر رمضان؟ اللي عرفت وقروبه وشاطره تنزل تكتب لي في التعليق دلوقتي حالا هي خمنت الاكله اللي هنعملها ايه. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت فلفل يا حبايب. هنا ما شاء الله تبارك الله الفلفل الكيلو ب10 جنيه. فانا بصراحه مش بحب اجيب منه كتير، بحب اجيب طازه بطازه يكفي الاسبوع. فجبت نص كيلو ب5 جنيه. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك، شكله يفتح النفس. اللهم لك الحمد، فضل ونعمه من عند ربنا عز وجل. اللهم ديمها علينا نعمه يا رب العباد. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت طبعا بطاطس ما شاء الله. البطاطس دي حلوه جدا في التحمير وفي الطبخ ما شاء الله، جميله جدا جدا. حمري الولاد كده واديهم طاقه في البرد اللي احنا فيه ده، واطبخي بقى واسلقي وحمري. يعني الحمد لله تقدري تعملي وصفات تانية من غير ما تقليها علشان نوفر في الزيت. ما احنا هنعمل ايه؟ ربنا يرحمنا برحمته برضو. جبت ايه تاني يا هنا؟ هقول لكم جبت ايه، بس بعد ما نعمل ايه بقى. عايزين ندي البركه للفيديو بتاعنا، وعايزين ندي البركه ليومنا، وعايزين ندي البركه لحياتنا كلها. نقول كام ذكر كده وكام دعاء يدونا البركه ويدونا كده ايه، السكينه كده وجبر الخاطر والطبطبه اللي على القلب. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ونقول كمان اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا رب ارزقنا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد. جبت إيه تاني يا هنا؟ نخلي بطاطس كده على جنب وندخل بقى بإيه؟ بالخيار ما شاء الله. سواء الولاد هياكلوه كده هنحطه في سلطة، هنحطه جنب أكلات ما شاء الله تبارك الله. الحاجة جميلة جدا. الخيار الكيلو وربع ب10 جنيه ما شاء الله. خير اهو يا بنات، خير خير خير. يلا فين بقى يا هنا الحاجه اللي قلت لنا ان انت جايباها وهي الاساسيه؟ طبعا انا هشوف مين خمن في الكومنت تحت وعارف الوجبه اللي احنا هنعملها او اللي احنا هناكلها النهارده وهنفرز منها برده لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يلا ندعي بقى لينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه
السعوديه صالحه، ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا، ربنا يرزقكم ذريه عاجلا غير اجل، ربنا يسخرني ليكم في الدعوه، وكل اللي يقول امين وربنا يرزقكم ويدعمكم، اللهم امين يا رب العالمين. انتم كل مشتاق. اللهم سد دين كل مديون وفك كرب كل مكروب، لان سد الدين وفك الكرب بيد الله عز وجل. ودايما دايما اللي عنده دين واللي عنده كرب ما هو الا عليه انه يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني النجاة من الهم والغم انك تفضلي تقولي تسبحي كده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ويا بنات ما شاء الله تبارك الله، لما قلت لكم على ان احنا نحاول نذكر الله، الذكر لا اله الا الله 1000 مرة في اليوم، صدقوني بيعدوا على السبحة يعني 10 مرات ما شاء الله تبارك الله، فيهم كده بركة وفيهم سكينة، ولسانك بيكون متعود على لا اله الا الله. فان شاء الله ربنا كده لما يبعثني كل سنة سهل علينا نطق الشهادة ان شاء الله، ربنا يثبتني واياكم عند السؤال، اللهم امين يا رب العالمين. يلا يا هنا يا رغايه، يا هنا يا رغايه، جبتي ايه تاني؟ هقول لكم، انتوا وحشتوني بقى، وحشني الكلام معاكم ومش بشبع من الكلام معاكم. هقول لكم دلوقتي انا جبت ايه. يلا بقى نشوف القنبله الكبيره، هنوسع لها مكان بقى. طبعا احنا لازم كل واحد بقى وليه قيمته وليه هيبته يا جماعه، لازم نوسع لها مكان. ما شاء الله تبارك الله، العروسه بتاعتنا وصلت اهيت يا بنات. الكرومبا القمر اللي انتوا شايفينها دلوقتي ما شاء الله اهي، زي ما انتوا شايفين ورقها ما شاء الله حلو وطازه وما شاء الله تفتح النفس، وما شاء الله مش مكبوسه قوي ولا خفيفه قوي، فكده ما شاء الله ان شاء الله تطلع معانا ورق حلو قوي ويتربي معانا كده ويبقى فيها بركه كده وفيها ايه، نعمل منها اكله ونفرز كمان لشهر رمضان. خلي عندك البركه. البركه هنجيبها منين يا هنا؟ هنجيبها من اذكارنا الصباحيه ودعائنا التحصيني والصلاه على اوقاتها، ونحسن الظن في الله ويكون عندنا يقين في الله. يقين بايه؟ بان النهارده هيكون يوم جميل، النهارده وبكره وبعده وكل ايام وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. وشعارنا في القناه اللي دايما معايا واللي لسه جديد، اهلا وسهلا بيكي، نورتيني ووجودك على راسي من فوق وانضميتي لاحلى اخوات واجمل اخوات في الدنيا. شعارنا في القناه طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. اذكارك اهي على الحيطه في كل مكان، في المطبخ على الحيطه الاذكار. خلي اذكارك ملازماكي، صدقيني كل حاجه قليله هيكون فيها بركه في ايديكي كبيره باذن الله. ما شاء الله شوفوا طقمنا ما شاء الله نضيفه زي الفل بتاع التوابل، وبوتاجازنا نضيف فل، اللهم لك الحمد. هنبتدي بقى نستعد كده ان شاء الله ونشوف هنعمل اكله ايه وهنفرز ايه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب هنا، ربنا يديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين، ويحفظكم من الزوال وتفضلوا حواليا كده وافضل انا كمان في وسطيكم، تمدوني بالطاقه وامدكم بالطاقه، ندي لبعض حماس، ندي لبعض حسن ظن في الله، ندي لبعض طاقه ايجابيه كده وحماس، بين النهارده ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمنا وبكره هيكرمنا، وطول ما احنا عايشين وعندنا حسن ظن في الله وعندنا يقين في الله بانه مدينا البركه ومدينا الرزق وانه ضمن لنا الرزق. وزي ما قلت لكم نعبد الله كما امرنا وسيرزقنا كما وعدنا، ده وعد من الله عز وجل. اوعوا يا بنات تشيلوا هم الغلا، اوعوا. المؤمن كده مسلم امره لله، يقول افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. خلاص فوضتي امرك لله، عايزه ايه تاني اكتر من كده؟ خلاص انت في معيه الله عز وجل، تخيلي انت في معيه ربنا عز وجل، وربنا عمره ما بينسى عبد ابدا 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 لجأ ليه. يا رب اللهم اجعل ملجأنا الا اليك ارحم الراحمين يا رب العالمين. يلا حبايبي كده خلاص ما شاء الله الفيديو بتاعنا، انا عارفه ان الفيديوهات الايام دي مش طويله، معلش اعذروني، يعني على قد جهدي بحاول ان انا اكون معاكم، يعني انا برضو لسه بتعافى كده الحمد لله اللهم لك الحمد، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا دايما اكون معاكم وفي وسطيكم، فاعذروني لو الفيديوهات قصيره، بس حابه ان انا اكون في وسطيكم وابقى معاكم. ربنا يديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين. بحبكم بحبكم بحبكم، استودعكم الله.